سعد لي مساكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة رول بطاطس من كلاسيكيات السفرة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الحلوة. أول حاجة عندي بطاطس سلقتها، يعني كيلو نص كيلو اللي موجودة عندك. طبعا بيتحط كده يعتبر يعني مقبلات كده على السفرة. وهضيف عليه يعني تقريبا حوالي معلقتين من الدقيق، معلقتين من البقسماط الناعم، وكمان بقى البهارات الحلوة بتاعتك ضيفيها زي ما تحبي، فلفل اسود، ملح، وعندك كمان بابريكا بتبقى تحفة جدا مع البطاطس. كمان التوم، ما تنسيش التوم سواء الفريش او البودر. فكل الكلام الحلو ده هنهرسه كويس جدا جدا مع بعض، وهنخليه كده كتلة واحدة. وطبعا في نهاية القصة خالص هبدأ أهرسه بقى بإيدي كويس قوي 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 لحد ما أخليه كده إيه، يعني عجينة في إيدي، فاهمين؟ يعني تبقى أعرف أشكلها وما تبقاش مفرولة كده مني. فدلوقتي بقى بصوا بحاول أهرسها كويس جدا جدا بإيدي. بعد بقى ما هرستها تمام، جبت يعني أي حاجة بلاستيك عندك، كيس نايلون، رول بلاستيك اللي موجود. هجيب بقى البطاطس وهبدأ أشكلها مستطيل. عايزة كده أخليها عاملة زي إيه، أفردها زي العجينة بالظبط. وعشان الحشوة بتاعتي، الحشوة بقى أي حاجة عندك جبنة، عندك فراخ، عندك لحمة. كان عندي قطعة من اللحمة المفرومة عليها جبنة موتزاريلا حلوة كده، قلت أنا مش هرميها أو مش هسيبها في الفريزر كتير، لأ فأستعملها أحسن. فطبعا الحشوة دي حسب ما انتي حابة، اللي انتي عايزاه براحتك خالص، عيشي حياتك فيها. بس يا ستي هبدأ بقى أعمل رول حلو كده محترم وهلفه. بس وانتي بتلفي حاولي بقدر الامكان مفيش حاجه تتفك منك، يعني على قد ما تقدري كده خلي ايدك محكمه. وطبعا انتي ست بيت شاطره واكيد هتعرفي تعملي الحاجات دي احسن مني بكتير. بس يا ستي القصه دي كلها هلفها كويس قوي وهدخلها الفريزر مش اقل من ساعتين عشان تجمد وتمسك نفسها، ولما اجي اقطعها ما تتفرولش مني او ما تتقطعش مني. بصوا انا بحاول كده ايه اظبطها، يعني عارفين بقى ايه ان انا شطورة يعني. كده بعد ما خرجت من الفريزر بصوا جامدة كده وماسكة نفسها حلوة قوي. وانتي بتقطعي التقطيعة دي تكوني مسخنة الطاسة على النار، نقطتين زيت، نقطتين زبدة، اللي انتي عايزاه مفيش اي مشكلة خالص. ممكن برضو تشوحيها في الفرن عادي خالص، هتحطيها في صينية بفرشة صغيرة كده من فوق الوش بسمنة او زبدة، وتدخليها تحت الشواية وتاخد لها بقى اللون اللي هو الذهبي الحلو بقى. نزلتها في الزيت، وطبعا قليتها كويس قوي من جنبين، وبألف هنا وشفا، واشوفكم على خير وباي باي.